أنا طبعا متشكر وممتن للعطف الكريم من جانب الإخوة الأعزاء قادة حزب العمل وسعيد بتواجدي هنا. والموضوع اللي كان بيتكلم فيه الدكتور مجدي هو ذات الموضوع الذي سأتحدث فيه يعني عمليا. ما أهتم به على وجه التحديد يعني اليوم هو سؤال يبدو منطقيا ملحا على الكافة الآن. ما جرى في تونس معروف، وما جرى في تونس في كلمة هو زلزال في منطقة بدت طويلا خارج حزام الزلازل. ما جرى في تونس بدا يعني مفاجئا صاعقا متسارعا غاضبا مطيحا. ما جرى في تونس لو تأملنا أو توقعنا قبل 24 ساعة من جريانه أن يجري يعني سنكون من المتفائلين جدا. يعني كانت تونس تبدو كما تبدو مصر الآن، هادئة جدا، مضيئة جدا، مستتبة جدا، راكدة جدا، لا يبدو من إمكانية لتوقع أن تنقلب السيرة. والحقيقة يعني هذه الحالة يجب تأملها دائما، لأنه مصر بالذات أكثر من تونس ولأسباب تعود إلى تجانس كتلتها السكانية وإلى موضعها على الخريطة وإلى طبيعة شعبها وإلى ميراثها السياسي. هذه الحالة فكرة البلد المخادع المفاجئ ده منطبق على مصر أكثر مما منطبق على تونس. مصر تبدو هادئة جدا كصفحة النيل، لكنها فقط يمكن أن تتحول إلى بلد داهس كأقدام. فلا يخدعنا يعني هدوء مصر والبلاد التي تبدو أحيانا على ملامحها والركود المسيطر. الزلزال اللي جرى في تونس جعل الحكام العرب تسيب مفاصلهم. طبعا مفاجئ وصعب غير متوقع، وفي منطقة كما قلت خارج حزام الزلازل الشعبية والثورات والانتفاضات الشعبية. كان أصرح الحكام العرب هو القذافي، يعني ربما بسبب سذاجته المفرطة وتلقائيته يعني نطق بما لم ينطق به الآخرون حين نعرب عن ألمه، وهو هنا هذه المرة صادق جدا ومما جرى، وحين لام الشعب التونسي، وحين أعرب عن فجيعات الفقدان بن علي، وهو في واقع الأمر يعني يعرب عن فزع أن يتكرر هذا في ليبيا. ليه ببساطة كل النظم العربية صورة القصة. السؤال الذي يطرح نفسه يعني ونحن نحيي الانتفاضة العبقرية في تونس التي أطارت رأس النظام ثم هي الآن متصلة لكي تخلع قواعد النظام. ما زالت الانتفاضة متصلة. السؤال الذي يطرح نفسه لو افترضنا أن هناك تطابقا بين النظام المصري والنظام التونسي، فهل أن الثورة المصرية محتمل يمكن لها أن تتطابق مع الثورة التونسية؟ يعني هذه النقطة هي موضع التأمل. بزاوية أولى، هل هناك تطابق بين النظام المصري والنظام التونسي؟ من المؤكد أنه في كل بقعة جغرافية في كل قطر عربي في قدر من التفاوت في التفاصيل، لكن أتحدث هنا عن تطابق في المعنى العام، في الهيكل العام، في المحصلة العامة. النظام التونسي البائد كان نسخة طبق الأصل من النظام المصري. تأملوا الملامح: ديكتاتورية عائلية معلقة هنا وهناك، من حول العائلة جماعة بيزنس مليارديرية، يعني جمعت ثروات حرام بأرقام فلكية هنا وهناك. فروض التفاصيل هي فروض الأسماء، هنا اسمها سوزان، هنا اسمها ليلى، هنا عائلة ثابت، عائلة مبارك، هنا عائلة الطرابلسية، وهكذا. عائلة حزام من جماعة البيزنس شفطت ثروات بالمليارات وبأرقام فلكية،
حول العائله. من تحت العائله في الحالين خازوق امني متضخم ومتورم هو الرابط الوحيد بين الراس العائلي المعلق والقاع الاجتماعي. لو قربت اكتر عشان تتامل الاقتصاد، حاله الاقتصاد، ستجد انه نوع من الاقتصاد بيسموه الاقتصاد الريعي. الريعي يعني معتمد على موارد سائله، يعني محطمه فيه القواعد ومجرفه القواعد الانتاجيه ومعتمد على موارد ريعيه. مشترك بين الاثنين مصدر السياحه بمعدلاتها المرتفعه في تونس ومعدلاتها التي ارتفعت نسبيا في مصر خلال 10 سنوات الأخيرة. برضه عوائد عمل التونسيين في الخارج ومن عوائد عمل المصريين في الخارج. مضافا اليه في الحاله المصريه انه في عوائد قناه السويس وعوائد بيع بعض البترول والغاز. هذا الاقتصاد الريعي الهش معروف انه أسوأ أنواع الاقتصاد، لأنه تأثراته سريعة جدا بأي أزمة في الاقتصاد الدولي، وخاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء بتضغط عليه ضغطا عنيفا فبتزيد من سهول السطح الاجتماعي. قرب أكثر هتجد إنه محصلة وجود هذا النظام إنه الولاء لأمريكا وخدمة إسرائيل فرض لا سر. قرب أكثر تأمل بنية النظام السياسي هتجد إنه في اعتماد في الحالين على حزب إداري. حزب إداري يعني حزب ينشأ كزائدة دودية للدولة أو الجهاز الإداري للدولة. على سبيل النكاية ينتهي اسم الحزب في البلدين بلفظة الديمقراطي. بعد كده هتجد إنه، ودي الحقيقة منقولة مش من مصر، مش من تونس لمصر، من مصر لتونس، يعني العكس. هتجد انه فكرة اصطناع احزاب معارضة بديلا عن تيارات المعارضة الحقيقية. تظهر هذه الاحزاب لاول وهلة كأنها ذكور ثم تنتهي لوضع اشباح القبور. اشياء سجاير على رصيف السياسة في الحالي. قرب اكتر هتلاقي انه كوتة المرأة على سبيل المثال حتى في التفاصيل. كوتة المرأة كانت أولا في مصر برلمان 79 ل 84، يعني النظام المصري بدأ قبل النظام التونسي اصطناع كوتة المرأة. بعد كده النظام يعني تخلى عنها النظام المصري لبعض الوقت فلجأ إليها النظام التونسي. ثم بعد كده هتجد إنه رجال ونساء بيأتون في انتخابات مختارين بعناية من بيت العائلة ومحروسين بأجهزة الأمن. ثم بعد كده هتجد إنه كرسي الرئاسة محصن تحصيلا عظيما، وعشان واحد يترشح خارج فكرة الكومبارس اللي واردة هنا بشكل سجاير وواردة هناك أيضا بشكل سجاير وجرت أكثر من مرة، مع فروق إن هنا مدة الرئاسة في تونس 4 سنوات وهنا 6 سنوات، هتجد إنه الرئيس بن علي والرئيس مبارك وضع في الدستور نفس النص تقريبا للترشيح للرئاسة. في تونس عشان تترشح للرئاسة من خارج صيغة الكومبارسات وأشياء السجاير مطلوب منك لبن العصفور. إيه لبن العصفور ده؟ 30 نائب، طبعا حجم البرلمان أصغر من هنا كتير، ثم 30 والي مدينة. مع العلم ان كل دول المطلوبين ان انا اجيبهم كلهم ينتمون الى التجمع الدستوري الديمقراطي بين قوسين ثقيل. وفي مصر هتجد ان لبن العصفور اسمه انه 65 عضو من مجلس الشعب، 65 عضو من مجلس الشورى، 140 عضو من محليات في 10 محافظات على الاقل بمجموع 205، وكلهم ايضا ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي. في الصورة في الإجمال بنية النظام السياسي وبنية النظام الاقتصادي هي ذاتها. وزي ما قلت هناك فروق، يعني في النهاية فروق الحقيقة في
يعني الطابع العام في محصلة النظام السياسي والاقتصادي لما تيجي تحاول تقول ما هي الايديولوجيا التي يتبناها هذا النظام؟